طب يا بابا انا خارج مع اصحابي، هتعوز حاجه؟ خارج فين يا ابني؟ انت مش عندك امتحانات بكره؟ اه يا بابا بس لسه بدري، الساعه 9 دلوقتي، هخرج كده شويه وهاجي بسرعه. وبعدين هتذاكر الكام ماده الباقيين دول في الكام ساعه الجايين دول؟ ان شاء الله يا حاج. مش مطمن لك، مش عارف ليه. بقول لك ايه، خش ذاكر يلا، مفيش خروج. يا حاج ده نص ساعه مش كتير، مش كل مره على كده. قلت لك ادخل ذاكر كده. طب هات فلوس بقى عشان اروح ادفع الدروس بتاعت النهارده. ايه يعني؟ عايز كام يعني؟ 600 جنيه. ليه يعني؟ ده انا هديك الامتحان كله مش هدفع فيه 600 جنيه. خلاص سيبني اخرج ولما اجي اذاكر لنفسي وكده مش هدفعك فلوس. لا برضه. بس انا لقيت الحل يا معلم. ايه؟ انا يا عم اللي هرجعلك. ترجع لي يا بابا وانت عارف المنهج اللي عليا ولا عارف حاجه اصلا؟ منهج ايه يا ابني اللي اعرفه؟ انا بعون الله ببص في الكتاب كده بحفظه كله صم، وبعون الله برضه انا خليك تقفل الامتحان كله. انت بتعرف تدرس يا بابا اصلا ولا بتعرف حاجه اصلا ولا عارف حاجه بالمنهج ذات نفسه؟ ها ده انا قدك كده يا ابني، كنت الاول على المدرسه وجبت 52%. يا نهار ازرق، شلت المادتين. روح انت بس كده هات الكتب وتعالى. حاضر هروح اجيبه، ربنا يسترها. طب اخواتي اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك ويعمل لايك للفيديو ده عشان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله اكتر واحد يكتب كومنتات على الفيديوهات الجايه ان شاء الله اسمه هيكون مكتوب على درع التيك توك، عشان خلاص قربت اكمل ال 10 مليون مشاهده على قناتي على اليوتيوب. فاكتر واحد يكتب كومنتات على الفيديوهات الجايه ان شاء الله اسمه هيكون مكتوب على الدرع، واظهر الايميل بتاعه هنا على الشاشه. انا راح اجيب الكتاب، ربنا يسترها. خد يا بابا كتاب اهو. تمام. عربي ودراسات، تحب نبدا بانه؟ باي حاجه يا بابا مش هتفرق، ولا اقول لك بالعربي؟ يبقى نبدا بالدراسات، اصلا انا كنت شاطر فيها جدا. بجد يا بابا؟ طب تمام ماشي، نبدا بالدراسات. يقول لك ايه بقى؟ الحريه تعني المسؤوليه، وحب لاخيك كما تحب لنفسك. انت بتقول ايه يا بابا؟ والوقت من اولها كده. بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بشرح. تشرح ايه يا بابا؟ انت بتقرا ده الكتاب، انا عايز الصفح اللي جوه. ما انت عشان تفهم اللي جوه لازم تفهم اللي بره الاول. ايه علاقته؟ ايه علاقته؟ فهمني وربنا، انت شكلك ما عديت 6 ابتدائي. بس انا غلطان، انا اللي كنت عايزك تجيب الدرجه النهائيه. اهو قول لي بقى اللي عامل فيها ابو العريف. تقدر تقول لي من اين تستخرج المياه الجوفيه؟ سهله دي، عارفها، من بطن الارض والبئار والعيون. لا غلط، انت انا مين اللي بيديك دراسات؟ انا والله شكله حمار وما فاهم حاجه. بقول لك ايه، ما تروحلوش تاني هيسقطك، انا اللي بقول لك اهو. امال ايه الاجابه الصح يا بابا؟ يلا انت غبي يا. ما اي حاجه بتبان من اسمها، ركز معايا كده. جوفيه، جوافه. انت بتقول ايه؟ انت عايز تسجرني؟ هات الكتاب، هات الكتاب اذاكر لوحدي. خلاص اهدى، سيبك من الدراسات خالص، انا هذاكر لك عربي، انا كنت شاطر في النحو وكمان نحو. هات الكتاب، هات الكتاب، مش عايزك تذاكر لي حاجه، ضيعت كام المعلومه اللي انا عارفهم. انا لو سقطت في الامتحان ده هيبقى بسببك، منك لله. صدق ان انت عيل فاشل اصلا وهتسقط، واخرك يوم ما اجيب كام لو نجحت؟ 82%، احسن من اللي جاب 52%. انت بتعايرني يا ابن الجزمه.